السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا الطامة الكبرى يا شعب العراقي العظيم. شوف هذه الدولة اللي كما يقولون تشكلت بأنفاس الزهراء. التعليمات الجديدة اللي أصدرتها وزارة الصحة ألزمت الصيدليات بباركودات مسعرة بها العلاج. دخلت لأحد الأخوة أصحاب الصيدليات، دكتور صيدلاني، الرجل متابعني، قال لي أستاذ محمد دريت بالطامة الكبرى؟ قلت له يا طامة كبرى؟ قال وزارة الصحة ألزمتنا بباركودات أسعار. قلت له جميل جدا، هو هذا اللي احنا نطمح إليه حتى ما يصير تلاعب. قال لا، التعليمات ضد المواطن مو مع المواطن. قلت له شلون؟ قال هذا العلاج بيش انا مسعره؟ قلت له ب4000. قال هذا الباكيت بشريطين. قال يعني معناتها الباكيت بيش؟ قلت له ب8. قال الدولة مسعرته ب10.5. يعني الدولة جايبة تسعيرات أغلى من الصيدلية. زين ليش؟ بس أريد أعرف شنو الغاية من عندها؟ تردون تنتقمون من المواطن؟ شنو اللي تردون تسووا؟ زين قلت له خاف بس هذا العلاج؟ قال لا، على كل العلاجات. قلت له شلون؟ قال هذا الشريط مسعرته الدولة ب4000 وأنا مسعره بيش ب2000. قلت له عمي صلى على محمد. وقال لي دني علاجات مستمرة مال أمراض سكرية وما شابه ذلك. قلت له بعد؟ قال هذا العلاج. قلت له قال هذا العلاج أنا أبيعه بيش ب9. هذا بشريطين باكيت. الدولة بيش مسعرته ب23.5 الباكيت الشريطين. يعني هو يبيع الباكيت ب18 والدولة تبيعه ب23.5. وبقية الأدوية كلها راح تصير على هذا الروتين. رجعت سألته قلت له شاته ما تكيف؟ هاي فائدة إلكم. قال لي والله أستاذ محمد أنا بالنسبة لي أكيف، بس أنا أباوع للمواطن الفقير. يجوز المواطن الفقير مو يشتري بس من عندي، يجوز يروح يشتري من بقية الصيدليات. شلون راح يقدر ياخذ العلاج والدولة أصدرت تعليمات وتسعيرات جديدة راح تصير انتقام على المواطن، راح تضهد المواطن، ما راح يقدر يشتري حتى العلاج. حاربتونا بالكهرباء وحاربتونا بالمي وحاربتونا بالرزق وحاربتونا بالسكن وبالرواتب، وماكو شيء ما حاربتونا بيه يا دولة. وهسه جيتوا راح تحاربونا حتى بالعلاج. يعني ما أعرف وين تردون توصلون يا حكومة الخدمات، يا حكومة السوداني. ما أعرف النواب منشغلين بالانتخابات الجاي أو أغلبيته داخلين ويا قامة السودان ومرشحين، ما راح يقدرون ينتقدون حكومة السودان. فإلى الشرفاء في الدولة العراقية وفي الحكومة العراقية، سواء كان مجلس قضاء، سواء كان مجلس نواب، سواء كان أي شريف عنده ذرة غيرة على بلده وعلى شعبه، خلي يشوف لنا حل لهذه الطامة الكبرى. يعني أنا توقعت من عندكم يا وزارة الصحة تصدر من عندكم تعليمات مع المواطن. يعني إذا أبو الصيدلية يبيع ب10 كونوا يسوونه ب7 أو ب8، إذا يبيع ب5 كونوا يسووا ب3. هاي التعليمات اللي كنا احنا منتظريها. فراح أقول لكم ليش شنو السبب اللي أبو الصيدلية يبيعه أرخص من الدولة. حاليا اكو صيدليات بكل حي، اكو 4 أو 5 صيدلية بصف صيدلية، فهم يسوون تضارب بالأسعار. هذا ينزل 500، ذاك ينزل 500، هذا ينزل 1000، ذاك ينزل 1000، حتى تمشي البضاعة مالتهم وهم مستفادين. انت تجي تصدر تعليمات وتصعد السعر على المواطن. بمن كاتلك المواطن؟ ليش تريد تنتقم من عنده؟ فأتمنى هذا المقطع الفيديو يوصل إلى الجهات المعنية، وأتمنى يكون هنالك موقف حقيقي من قبل النواب الشرفاء يدزون على وزير الصحة ويسووا له استجواب ويقولوا له يا وزير الصحة شنو هذا اللي صار؟ ليش؟
شنو الغاية من عنده؟ اكو مافيات واكو احزاب جاي تدخل العلاج، تخلي تسعيره حتى تستفاد ويوقع بيها المواطن الفقير. فهمونا، ترى المافيات والاحزاب داخله بكل شيء، بكل شيء داخله، بقوتنا، بعلاجنا، باكلنا، بشربنا، بعد كم يوم يدخلون حتى بالنفس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.